السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل الكفتة المشوية زي المحلات واحلى كمان. من نص كيلو لحمة مفرومة هنعمل كيلو من الكفتة المشوية، جميلة جدا ومش هتاخد وقت معانا خالص. طعمها وريحتها ولونها جميل جدا ما شاء الله، ومش هتفك مننا خالص. عندي نص كيلو لحمة مفرومة وقطعة من الدهن مفرومين ناعم جدا جدا، وعندي نص كيلو من البصل مفروم ناعم ومصفية المية بتاعته، معلقة كبيرة من الملح، حزمة من البقدونس واخدة الورق بتاعه فرماه ناعم، كيس خلطة الكفتة، وعندي نص معلقة من البيكنج باودر. هضيف البصل على اللحمة المفروم، اهم حاجة ان احنا نصفي المية من البصل. هضيف البقدونس المفروم ناعم زي ما انتوا شايفين، وهضيف معلقة كبيرة من الملح، وهضيف كيس خلطة الكفتة. الكيس ده انا هضيف على نص لحمة مفرومة زي ما انتوا شايفين. انا مش هضيف اي توابل تاني، انا هكتفي بكيس الكفتة بس. هضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي الكفتة بتاعتنا هشة وطرية ومستوية. هنقلب كل المكونات مع بعض. اهم حاجة اللحمة المفرومة بتاعتنا تكون مفرومة ناعم جدا جدا زي ما انتوا شايفين، علشان الكفتة تطلع جميلة وزي بتاعت بره بالظبط. هنضيف قطعة ليا او دهن. هقلب كل المكونات زي ما انتوا شايفين. المكونات بتاعتنا مظبوطة زي ما انتوا شفتوا، وكمية البصل مظبوط على نص اللحمة المفرومة، يعني نص لحمة مفرومة عليها نص كيلو من البصل. كده الخليط جاهز معانا. انا هدخله التلاجة لمدة ساعتين بالظبط. انا دخلت التلاجة لمدة ساعتين زي ما انا قلت لكم. عندي معلقتين كبار من الزيت. هنبتدي ان احنا نصبع دلوقتي الكفتة بتاعتنا. انا عندي سيخ، ده السيخ اللي انا بشوي فيه الفراخ المشوية في الفرن. لو مش موجود او مش متوفر هنستخدم اللي هي عيدان الشيش طاووق او اليد بتاعت المعلقة او اي حاجة عندكم. هنبتدي ان انا اصبع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكفتة بتاعتنا جميلة جدا ومتماسكة زي ما انتوا شايفين. هنشكل الكفتة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تشكيل الكفتة حسب ما انتوا عايزين. انا بشكله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي بتاع المحلات بالظبط. انا عندي صاج دهناه دهنة بسيطة من الزيت. ده شكل صباع الكفتة معانا اهو بعد ما صبعته، نفس بتاع المحلات بالظبط. اهم حاجة واحنا بنصبع الكفتة هندهن ايدينا من الزيت، وعلشان الكفتة بتاعتنا تطلع متماسكة زي ما انتوا شايفين اهم حاجة ان احنا ندخلها التلاجة لمدة ساعتين. واهم حاجة كمان قطعة اللي او الدهن هي اللي بتخلي الكفتة متماسكة معانا. لايك واشتراك لو الفيديو عجبكم. الكفتة بتاعتنا جميلة جدا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، ومش بتفك مننا خالص، وبتتصبع معانا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة واحنا بنصبع الكفتة هندهن ايدينا من الزيت. حجم صباع الكفتة حسب ما انتوا عايزين. شايفين الكفتة بتاعتنا ما شاء الله مش بتلزق خالص ومش بتفك مننا احنا وبنصبعها. يعني المقادير بتاعتنا النهاردة كانت مظبوطة زي ما انتوا شفتوا. اهو زي ما حضراتكم شايفين انا صبعت كل كمية الكفتة زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله، من نص كيلو لحمة مفرومة عملت الكمية اللي حضراتكم شايفينها دي. انا هدخلها التلاجة لمدة ربع ساعة بالظبط.
ده شكلها بعد ما خرجتها من التلاجة. اهم حاجة بعد ما نصبحها ندخلها التلاجة تاخد ربع ساعة. هنسويها مع بعض دلوقتي. انا عندي الفرن بتاعتي، الفرن دي انبوبة مولعاها من فوق ومن تحت. اهم حاجة النار تكون هادية من فوق ومن تحت لان الفرن دي بتسخن بسرعة. هضيف الكفتة زي ما انتم شايفين. لو مش موجودة عندكم الفرن اللي هي بالانبوبة هندخلها الفرن البوتاجاز عادي، بس اهم حاجة تكون على درجة حرارة 200. انا مهديه النار عليها زي ما انتم شايفين لان الفرن بتاعتي بتسخن بسرعه. ودي الكفته ما شاء الله ما خدتش وقت خالص في الفرن لان الفرن بتاعتي جميله جدا وبتسوي بسرعه جدا جدا. انا عملت جنب الكفته طبق سلطه وطبق طحينه. لو مش عندكم الفرن دي هندخلها فرن البوتاجاز على درجه حراره 200. لو بتولع من تحت بس يبقى تستوي وتاخد لون من تحت، وبعدين نشغل الشواية تاخد لون من فوق. الكفتة جميلة جدا ما شاء الله. لو عندكم فرن البوتاجاز شغال من فوق ومن تحت نشغلهم مع بعض. اهم حاجة الفرن من تحت على اعلى درجة علشان الكفتة ما تنزلش المية بتاعتها. الكفتة المشوية جميلة جدا ما شاء الله وما خدتش اي وقت معانا خالص، وطلعت زي بتاعت المحلات واحلى كمان. لونها جميل جدا وطعمها احلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.